وحازم المستوري. دينامو ماشكالا الروسي. هذه تشكيلة المنتخب. والبحث عن المهاجم حازم المستوري، لكن الدفاع يتدخل من سكار دورلي. ترجع من جديد الكرة المنتخب التونسي. مرتضى بن ونيس ممتاز، يتابع المتابعة من المنتخب التونسي. حنبعل المجبري، كرة توصل للياس العاشوري، ممتاز التمرير لمرتضى بن ونيس، المتابعة التوزيع والدفاع يتدخل. برانس بالدي يتدخل. ممتاز البداية للمنتخب التونسي المباراة، لكن بداعي الإصابة يغيب عن هذه المواجهة. هذه كرة المنتخب التونسي. الله 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 على نسور قرطاج. الهدف الأول لحازم المستوري يفتتح النتيجة تقريبا في نفس توقيت اللي سجل فيه في مباراة الذهاب ضد ليبيريا. حازم المستوري ثالث أهدافه مع المنتخب التونسي في 7 مشاركة ليه. برافو للنسور، هدف أول المنتخب التونسي. شوف اللي عاد الضغط من حنبعل المجبري، ارتكاب الخطأ من المدافع، يرفع كرة بالحارس. حازم المستوري يمضي على الهدف الأول للمنتخب الوطني التونسي. شوف اللي عاد افتتاح النتيجة للمنتخب الوطني التونسي. بداية ممتازة للمنتخب الوطني في هذه المباراة. هدف مقابل صفر المنتخب التونسي. قلت منذ البداية لازم المنتخب التونسي يسجل ويتهنى على نتيجة المباراة. شوف يعني الفرحة وسجدة الشكر الحارس أيمن دحمان. المستوري 4 دقائق لعب، نفس الدقيقة اللي سجل فيها في مباراة ليبيريا. يعني الحازم المستوري يعني حتبقى له تاريخ بصراحة. يعني مواجهة ليبيريا سجلها في الذهاب وسجلها في الإياب في نفس الدقيقة، والمنتخب التونسي يصبح في رصيده 10 أهداف. الطالبي لاعب لوريان الفرنسي لإلياس العاشوري، يرجع إلياس العاشوري للمعارضة الدفاعية، وفما الفرجاني ساسي. البحث سعى كما نقولوا رأس حربة، يعني هداف صريح في أهدافه في 7 مشاركة. هذه يعني حاجة يعني علي بن رمضان، والمردود الأكثر من رائع في كأس العالم للأندية، وهدف ذو على الصلابة الدفاعية. ينطلق حنبعل المجبري، البحث ممتاز جدا، التمرير إلياس العاشوري ينطلق، والحارس توميس عاشوري. ترجع من سليمان توي تدخل من فرجاني ساسي قائد المسوان. المتابعة من يان فاليري، يضغط يان فاليري. طبعا المدافع مع المنتخب التونسي. شوف المتابعة بين إدوارد لادلوم لاعب الشلف الجزائري، وتعادل في مباراة وحيدة. هذه هجمة للمنتخب الليبيري والكرة بعيدة. قلت 5 في 6 مبيد لمنتصر الطالبي. كل لاعبي منتخب ليبيريا في مناطق نتاعهم، يعني تقريبا 11 لاعب. شوف ممتازة جدا اللقطة الأخيرة من إلياس العاشوري على الرواق الأيمن لهجوم المنتخب الوطني التونسي. اللي يهاجم ليبيريا الثاني في تلك الفترة كذلك، دون نسيان النجم الثاني لليبيريا في فترة التسعينات جيمس دابا. هذه كرة المنتخب التونسي. حازم المستوري مهاجم المنتخب الوطني التونسي. منتخب الليبيري يبحث عن مباغته، لكن دفاع المنتخب التونسي متفطن. الكرة تعود للحارس في خلق الفجوة وخلق المنافذ وخلق الثغرة واصطياد فرصة جديدة لتسجيل هدف. هذا فاليري، التوزيع الرأسية حلوة ياسر اللقطة الأخيرة، وتألق الحارس توميس سانغو، تألق أمام رأسية حازم المستوري بالراس. والفرجاني ساسي وحنبعل المجبري يطلب المساندة من الجماهير المتواجدة في ملعب حماد العقربي برادس، تتفاعل معه مباشرة الجماهير. ركنية تترفع داخل منطقة الجزاء. فريق الاتحاد المونستيري اللي كمل وصيف الدوري التونسي في تلك السنة 2024، وتم دعوته وقتها لأول مرة. برافو يعني للاعب آمن بقدراته. وهذا حنبعل المجبري داخل منطقة الجزاء، يبحث عن الثغرة والدفاع موجود ويرتكب المخالفة. دار التمرير لحنبعل المجبري عكس الهجمة. ينطلق إلياس العاشوري يخرج مرتضى بن ونيس. إلياس العاشوري التسديد بن ونيس والحارس لنيلسون لاومي المنتخب ليبيريا. الكرة داخل منطقة الجزاء منتخب تونس. هذه الرأسية حذاري
حذاري والتدخل الدفاعي. الدفاع في اللقطة الأخيرة حاول يضغط المنتخب الليبيري. حذاري من جديد، يعني الأخطاء الدفاعية المنتخب التونسي والدفاع موجود. 2 أخطاء دفاعية في أقل من دقيقة لمنتخب التونسي في 25 مدرب المنتخب ليبيريا. ننتظر التنفيذ التسديد من بعيد من لاعب منتخب ليبيريا والحارس مرتين. الياس العاشوري ينطلق، الياس العاشوري يحاول يعتمد على فنياته. ممتاز مرتضى بن وناس. التوزيع عويني، عمر العويني ليان فاليري داخل منطقة الجزاء، يحاول ممتاز 3 مراوغات وحاجة. شوف بكل اريحيه، شوف بردة الدم اللي عند اللاعب يان فاليري. يتجاوز 2 3 احتكاك ممكن يراه بسيط. اديسا عبدول رافيول حكم البنيني في اللقطة الأخيرة. توصيات من سامي طرابلسي قبل 10 دقائق من نهاية المجبري. ينطلق أمام مساحة فارضية، تمرير للرواق الأيسر. الياس العاشوري يدخل منطقة الجزاء. ماذا يفعل الياس العاشوري؟ التوزيع، مرتضى بن وناس يطلب الكرة على الرواق الأيسر. التمرير لمرتضى بن وناس. التوزيع، حازم المستوري والدفاع يدخل. حازم المستوري في مناطقها. المنتخب التونسي قاعد يدور في الكرة. التبادل الكروي يحاول يجلب عناصر منتخب ليبيري لما منطقته، يحاول تفكيك الدفاع المنتخب الليبيري. على اليمين ما زالت الكرة أكثر من دقيقتين تقريبا وهي عند المنتخب التونسي. والتبادل الكروي هذه يجرب حظه من بعيد، يلعب مليح بالساق اليسرى، لكن الكرة سهلة عند في هذه الدقيقة، سهلة عند الحارس. وفي هذه الآونة اديسا عبدول رافيول البنيني يعلن نهاية الشوط الأول الفترة الثانية. مكان رقم 18 لاتيس سوان مصاب. إذا انطلاق الشوط الثاني من هذه المواجهة أجواء كبيرة. حنبال المجبري الياس العاشوري، البحر مرتضى بن وناس. التوزيع ممتاز بطريقة غريبة. محمد علي بن رمضان يضيع فرصة على المنتخب التونسي. محمد علي بن رمضان بطريقة غريبة، فرصة هدف محقق في مع بداية الفترة. أول ظهور للياس الغربي، أول دخول للياس الغربي. اللعب اللي قلت عمر العيوني هو اللي غادر بالفعل. عمر العيوني غادر وخلى مكانه نعيمة السليتي، ومحمد علي بن رمضان خلى مكانه الياس الغربي. كرة لحنبال المجبري، أول لمس كرة الياس الغربي. التسديد من الياس الغربي. الرئيسية القادمة اللاعب الياس الغربي، أول تسديدة ليه والحارس تومي سانغو. إضافة كبيرة لمنتخب تونس. الغربي يرجع للمعارضة الدفاعية. نعيمة السليتي كرة للياس الغربي. ممتازة التمريرة من الياس الغربي. شوف كذلك نعيمة السليتي في اللقطة الأخيرة. الياس الغربي التمرير ممتاز، التلقين الاستوائية بهدف بالنظام في من ركلة الجزاء. الجولة الرابعة تعادل سلبي أمام ناميبيا في ناميبيا. أهداف الجزيري والمجبري على كرة الثابتة على الكرة يمنحوا، يعني يجبر اللاعب مارك بابي على ارتكاب الخطأ للتشكيلة. هذا التوزيع داخل منطقة الجزاء. طالبي هذه كرة رأسية المطالبة بركلة الجزاء. الحكم البنيني اديسا عبدول رافيول يقول ما فما شيء. نعيمة السليتي يربح مخالف. التنفيذ من حنبال المجبري داخل منطقة الجزاء. الرأسية الفرجاني سيسي سجل الهدف الثاني للمنتخب التونسي. الكرة الثابتة لحنبال المجبري. الفرجاني سيسي سجل الهدف الثاني للمنتخب التونسي بالراس. إغالة الحارس تومي سانغو. شوف دقة التوزيع، الارتقاء الرأسي الممتاز من لاعب الخبرة في تشكيلة المنتخب. الفرجاني سيسي متعود الفرجاني سيسي على التسجيل بالنسبة للمنتخب.
الهدف رقم 11 للمنتخب التونسي لحد الان. الياس واللاعب فرجاني ساسي والفنان اللي نحكي عليه امامكم اسماعيل الغربي. اسماعيل الغربي بفنياته يتقدم الغربي ليان فاليري اسماعيل الغربي، التسديد من اسماعيل الغربي. الاصرار نتاع اسماعيل الغربي انه حيسجل اليوم اسماعيل الغربي ويمضي اول هدف ليه في اول مشاركه للمنتخب. ننتظر الملحق لافريقيا. هذا هو يعني مراحل تطور حضور المنتخبات الافريقيه. لنعيمة السليتي 1-2 مع الياس اسماعيل الغربي، كرة لنعيمة السليتي والتدخل من الدفاع وركنيه. 19 ياخذ مكان حازم المستوري صاحب الهدف الاول. تغيير اللي توقعناه خروج حازم المستوري، يعني دخول رأس حربة برأس حربة، وهذه عادت لهدف حازم المستوري في الدقيقة الرابعة. والتغيير الثاني منتظر بالفعل الياس العاشوري رقم 7 هو اللي باش يغادر ويدخل الياس سعد. رقات يعود لتشكيلة المنتخب التونسي. ومن الصدف أنه فراس شوات يتدرب في تونس مع المدرب فوزي. كرة للمنتخب الليبيري لديفين تيها، تسويبته سهلة عند الحارس المنتخب الملاوي. ويبقى 2 مباريات يعني التحول لساو توني ونستقبلوا منتخب ناميبيا، يعني تكون عندنا فرضيتين للتأهل التعادل. هذه كرة لخبرة نتاعو مساهم في انتصار المنتخب التونسي. هذه كرة ليان فاليريا والياس سعد. الياس سعد المنتخب التونسي. اسماعيل التسديد ولا لقطة التمريرة كانت من الياس سعد والتسديدة لاوي. هذا شوات ينطلق شوات مهاجم المنتخب التونسي. هذه حنبال المجبري، تمرير لنعيمة السليتي، تسديدة ما كانتش مؤثرة، الفكرة كانت طيبة من حنبال المجبري، مكان حنبال المجبري. الحاج محمود هو ظهير ايمن، قول ما فيها شيء في اللقطة الأخيرة. الحوار بين الياس سعد ولو انه فما الدفع باليد اليمنى او اللقطة. شوف اللقطة الأخيرة داخل مناطق الجزاء، تصدي من دحمان في لقطة عادية. بيليت المرة هذه على الرواق الأيسر، نعيم السليتي يدخل ويربح مخالف ممتاز. الكرات الثابتة جات في الشوط الثاني اللي كان خرج وخلى مكانه. قلت لإلياس سعد ونعيم السليتي. إلياس سعد التنفيذ المباشر وجول. الله على هدف روعة من اللاعب الياس سعد يثلث النتيجة للمنتخب التونسي بطريقة جميلة رائعة. هدف الياس سعد. قلت من ينفذ الكرة الثابتة محترف فوكسبورغ الألماني الياس سعد. إغالة الحارس توميس سانغو. شوف الكرة، كرة ممتازة جدا. التنفيذ من الياس سعد، إغالة الحارس الليبيري، كرة ثابتة ولا أروع من المنتخب التونسي. تصبح النتيجة 3 أهداف مقابل 0 للمنتخب التونسي. الهدف عن طريق الياس سعد في الوقت من المستوري، ثم في الشوط الثاني فرجاني ساسي، وبعدها الياس سعد. والحكم عبدو الرافيو يعلن نهاية المباراة 3-0.